بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز حسني، مطرب وملحن وموسيقار مغربي. اولا انا سعدت بالتواجد ديالي هذه الامسيه هذه والاستماع الى مجموعه ديال الشعراء ديال يعني ما شاء الله، يعني كانوا في المستوى الكبير، وحتى الفرق الموسيقيه اللي قدمت او ساهمت في هذه الحفله هذا ابدعت. والحضور اللي كان حضور متميز، يعني كان الناس ما شاء الله انهم يعني متتبعين بكل الحواس ديالهم، وما احوجنا الى مثل هذه الامسيات ولا مثل هذه يعني هذه التظاهرات هذه لاحياء الثقافه واحياء الفن والشعر، يعني لدى المتلقي ولدى المواطن المغربي. الله يحفظك، الله يبارك فيك. اذا كنا نرجعوا داك حفظك الله ورعاك. الشكل القديم اللي كان ديال عبد الجراري المواهب، واش ممكن نقدروا نخلقوا هاد الشيء البرامج كيداروا شويه ما كيوصلوش ذاك المستوى اللي كان؟ حقيقه ان ربما احنا عشنا هذيك المرحله ديال المواهب وديال، يعني انا ما ساهمتش في المواهب، ولكن كان السي عبد النبيل الجراري رحمه الله، رغم انه كبر مني سنا ولكن كان صديقا لي وكان يراقبني، يعني كتب متتبع الخطوات ديالي، لا هو لا السي محمد فتح رحمهم الله جميعا. يعني ما احوجنا الى مثل هاد الناس هادو على انه باش يتخلقوا مدارس جديده، لان مع الاسف ان الاغنيه المغربيه يعني نقدر نقول انها يعني وقعت عليها مؤامره، وهذه المؤامره ادت ان الشباب ديالنا الان اللي يطلع بعيد كل بعد عن الاغنيه المغربيه الحقيقيه، ان الان مؤثرات الان اللي طغات على هذا الشباب ديالنا حتى اجعلته انه يبعد على الجذور ديالو اللي هي الموسيقى المغربيه والتراث المغربي. واحد الصوت سمعناه اليوم في الاواسط ديالنا، حنا كنقولوا ام كلثوم المغربيه، شي كلمه حول هذا الصوت هذا؟ اخت الصوت كان متميز جدا وشدني اليه، يعني كما تنقولوا حنا شدني اليه شدا، يعني صوت متميز وكتلعب في واحد الطبقه. اتحدى كاع اللي كيبانوا في التلفزيون الان انهم يوصلوا لهذه الطبقه اللي كتغني فيها هذه السيده، لان غنت اولا كحضور ديالها على الخشبه، وثانيا ان كانت ما شاء الله العرب اللي كانت تدير حركات بالصوت ديالها يستعصيوا على واحد المجموعه ديال الاصوات الان اللي باهرين بهم، دايرين الابهار ودايرين البهرجه ودايرين اصوات نقدر نقول لك انها يعني اصوات باهته، وانا القبهم دائما باشباه المطربين، لان هذه السيده اللي كانت اليوم شفتها ان ممكن اننا نبصم لها. اعوذ بالله